كتاب قديم جدا اسمه الفلاحون، كتاب شيق. في حوار قرأته في هذا الكتاب بين تاجر يوناني أو تاجر إغريقي وفلاح مصري، فاسمع هذه القصة وأمثالها كثير. محاورة بين تاجر إغريقي ومزارع ريفي. شوف بقى التاجر الإغريقي للفلاح هيقول له إيه؟ هل ستسلمني قطنك غدا؟ الفلاح قال له إن شاء الله. فالتاجر الإغريقي قال له إيه؟ 5 قناطير لا أقل، مش أقل من 5 إمتار. فالفلاح قال له نعم إن شاء الله. فالإغريقي التاجر قال له هل ستجد جمالا للنقل؟ الفلاح قال له إن شاء الله. الإغريقي ينبغي أن تصل إلي البضاعة حتما قبل الظهر. الفلاح قال له إن شاء الله. تعالوا نكمل كده القصة. فالتاجر الإغريقي بيقول له إيه؟ ليست المسألة مسألة إن شاء الله، نحن نتحدث عن عمل وأنا أريد وعدا حاسما. فالفلاح قال له إيه؟ إذ لم تكن هناك مشيئة أو إن شاء الله يا سيدي فليس هناك قطن. فده بيدل على إيه؟ معظم أهالينا في الريف دايما على لسانهم أو الفلاح بتاع زمان كلمة إن شاء الله، فتلاقي الأمور كانت سهلة والخير كان موجود. فكثير من العبارات التي يرددها القرويون في مجرى أحاديثهم أو اتفاقاتهم أو حتى لما بيجوا يفصلوا مساوماتهم يتضمن الاعتماد على المشيئة الإلهية. يعني بياخدوا الروحانية مع العمل أو الإحسان، ربنا بيكرمهم، وعلى تسليم كل الأمر لله.